تعرفي ان الليمون الايام دي رخيص جدا، يلا هاتيه في 4 ايام هتاكلي احلى ليمون زبده. جبت الليمون وحطيته على الميه، اول ما بتسخن ببتدي ان انا اغليه بس غلوه او اتنين مش اكتر من كده. بحضر بقى الحشوه بتاعته، ملح، عصفر، من كل حاجه كده على حسب الكميه بتاعه الليمون. وعندي كمان كركم، وعندي كمان حبة البركة، وهقلبهم على بعض. جبت كده الكبة او المطحنة بتاعتي، بحط بقى فلفل احمر وفلفل سبايسي وكمان واحدتين من الليمون، ونص كمية الخلطة اللي انا عملتها، وكمان خل بضربهم عندي في المطحنة. الليمون عندي استوى يعني ايه نص سلقة كده. ابتديت ان انا اجيب المية اللي انا عملت فيها الليمون واحط فيها الخلطة اللي ضربتها عندي في المطحنة، واقلبها كويس جدا واركنها، لان دي المية اللي هحط فيها الليمون. بقيه الحشو، وابتدي ان انا افتح الليمون كده بالنص كده بالمقص زي ما انتم شايفين، وادخل فيه الحشو. برطمانات بقى نظيفه، وابتدي ان انا احط فيها بقى الليمون وارصها، واغطيها بالميه الخطيره دي او المحلول اللي هنحط فيه الليمون. بجد خطير. ممكن تحطي قرنين فلفل كده في البرطمان وسيبيها 3 4 ايام او اسبوع بالكتير جدا، هتاكلي احلى ليمون زبده خطير. وكمان هعمل معاكم ان شاء الله الليمون اللي يقعد معانا رمضان. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم، هتوحشون الفيديو.